عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نعمل معاكم سابلي بطريقة من غير قالب وسهل. لفلف نعملوه بزوز اشكال. باش نعملوه زادة بمعجون الفريز ولا المشماش ولا النباش كيما تحبوا. انا عملت بالنباش الحسيلو بناء هشاشة مطعم الزبدة طاغي بنين بنين على الاخر. نمر مع بعضنا للمقادير والوصفة. باش نحتاجوا بيضة لابد تكون بحرارة الغرفة. باش نحتاجوا زادة 70 جرام سكر من الأحسن ناعم لأني أنا الغلطة عملته أحرش برشا. زادة 100 جرام زبدة ولا مارجرين، أنا عملت مارجرين بحرارة الغرفة لابد. باش نحتاجوا 250 فرينة على حسب معناها ما يتلم العجين. 10 جرام سكر فاني وزوز جرامات اللي هما نصف ملعقة قهوة صغرونة بالكل. خميرة كيميائية. نمر مع بعضنا توا للطريقة اللي هي باش نحطوا الزبدة معها السكر. علاش قلت لكم غلطت في السكر؟ سكر خشن نوعا ما اللي جاني منقط في الاخر تو تشوفوه بالكدا. ماذا بيكم انتوما ترحوه في الموليناكس ولا تعملوا سكر ناعم، والا السكر يكون حبات رقيقة ما يكونش خشين كيف اللي عندي. او كان نخلط الزبدة والسكر بالكدا تنجموا تستعملوا الركادة. امانة نهار اليوم بارد، اليوم على فكرة نص من شعبان بارد، اللي حبيت نمرسو بيديا خاطر الباتور مش باش يقد يعملو هاكا باليد. تطرى الزبدة شوية ورو برغم مخرجتها قبل بنهار. نحط من بعد البيضة توزن 64 جرام معناها كبيرة شوية. نخلطها. انا هنا استعملت الركادة اليدوية، حبيتش نكمل بيدي، الركادة اليدوية اسهل. ومن بعد في الكواليس هاوكا استعملت الباتور الالكتريك كما قلت لكم نهار بارد اكا الزبدة محبحبة شوية وين هكا يعملوا قوام كريمي. نجيبوا الفارينة ونحطوا ونخلوا منها بارتي، نخلوا كيما نقولوا هكاكا كيس ولا نص كيس. بعد باش نعمل نصف ملعقة قهوة صغرونة بالكل، خميرة كيميائية، ونلم لمان ما نعجنش. شوفوا كيفاش نلم، حاولت هكا ما نحيش اغلبية اللقطات متاع التجميع على طروف صوابعنا. نلموا لوين تحصلوا على عجنة طرية وفي نفس الوقت ما تلصقش في اليدين وفي نفس الوقت قابلة للتشكيل. على فكرة لي غون راهم ما يساعدوش جملة، ما تنجمش تعرف بها قوام العجينة. انا قد ما حاولت نعرف قوام العجينة من غير غون اكا بالسيف. زدت الفارينة نزيدو بشوية نتبعو بشوية نلمو. انا في الاخر باش نلتجئ اني نحي لي غون ونثبت من العجينة بيدي هكا بيدي. شفتها نلقاها ما تلصقش كي تبدا يدك نظيفة ما تلصقش فيها وفي نفس الوقت طرية وسوبل باش ما تجيش فيها تشققات. هذيك العجينة الناجحة والباهية. والكمية اللي بقت لي تقريبا نص كيس. راهم مانيش باش نعطيكم حكار الفارينة، عطيتكم على الاول 250 جرام، ممكن تنقصوا منه خاطر فارينة تشرب فارينة لا. انا هاكا كيما شفتوها شربت. هنا من بعد نجيب الصينية باش نطيب فيها بورق الطهي ولا مدهونة بشوية زبدة ولا بشوية زيت. من بعد باش نوزنهم 10 جرام، ماذا بيكم توزنوا هكا كمية. من بعد تخدموا الشكل الاول اللي باش نخدموه نعملوها هكا كورة. من بعد كما تشوفوا بالصباع الصغير نشكلوا القلب، نعملوا هكا قلب صغرون. عندي انا الاداة هذيك نتاع للتشكيل، تنجموا انتوما بذبابة الملعقة الصغرونة زاده تحسنوا في شكل القلب. ونحطوها في البلاتو نبعدوهم على بعضهم تقريبا نصف سنتيمتر. نعلوشها في الدار. كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله. لرمضان باش نذبحوها ان شاء الله. كل عام واحنا حيين بخير وربي يتقبل منا صالح الاعمال. حاصل نحاولوا نحسنوا ديما في شكل القلب. هي ما فيهاش برشا خميرة معناها الثقب اللي باش نعملوه باش يبقى.
والشكل الثاني اللي هو ثقب عادي في الوسط، تنجموا تعملوا بالسبابة كيما تنجموا تعملوا بذيكة اللي تتشري، كيما تنجموا تعملوا بأي يد حاجة هكا مستديرة تنجم تطبع بها. هذايا سهل على الاخر. حبيت نعمل زوز هكاكا للتنويع. هذا بالطبيعة ينجم يكون حلو سهرية رمضان هاكا طبق محترم، والا ينجم يكون حتى حلو عيد بنين على الاخر. مطعم الزبدة يهبل. انا حبيت نعمل الثقب كبير وهو كتاب زادة كبار الثقب هذاكا، وزادة تتحلت الكعبة راهي مش تبقى كما هي، راهي باش تتحل شوية برغم الخميرة شوية. من بعد انا عندي شوية نباج حطيت له كولورون روج. انتوما تنجموا تعملوا معجون الفريز، اي معجون عندكم، معجون مشمش. تنجموا تعملوا نباج هكاكا زادة من غير لون. اي حاجة تساعد عندك في الدار اعملها. نعبيهم الكل ثقوب هاكا محلاها وهي نية. تحلت شوية لما حالة كبر القلب، كبرت الدورة. نحمي الفرن 175 درجة، نار فوق وتحت. قبل على القليلة ب5 دقائق، مش برشا زادة باش ما يحماش برشا. ونهزو على الفور يطيب. نار الفوق ولوطة، الرف الأوسط. هنا هاكا كملته مع الفرن. محلاه شكلهم هكا. تحصيلو بقتلي 10 دقائق. الرف وبالمروحة بالطبيعة ولا بلاش راهو عادي. 10 دقائق. عملوا هكا شوية لون روز من اللوطة ومن فوق، مش بشرطي هي يعملوا لون هكا كما شفتوا. وكبروا شوية وكبرت الثقوب، وكان نقط هكا ريتوها. هذيك النقط اللي موجودة في الكعبات هذيك ديفو صار لي على خاطر السكر اللي عندي أحرش شوية. اللي يبدا انتم سكر ناعم والا سكر جويد رقيق راهو مش باش تصير لكم الديفو هذاك، خاطر متعلمه بها الرسات ونعمل بها السابلي ونعمل بها كل شيء ما شاء الله يجيني هبل. هشوش يهبل مطعم الزبده طاغي. بنين 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 على الاخر. وننصحكم ديما اعملوا سكر فاني ساشيات، ما تعملوش الروح لاروم راهو يطغى على مطعم الزبده ويضيعه. هشوش كما تشوفوا بنين يهبل للعيد لسهرية رمضان. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ان شاء الله ربي يتقبل منا صالح الاعمال. بكل حب نقول لكم متابعة ممتعة. ما تنسونيش بلايك وتعليق راهو يخلي الفيديو يقترح اكثر، وفعلوا الجرس اذا ما اشتركتوش. والى اللقاء، بسلامة.